معاكم لسه في سيدتي اجواء من الفرحه والبهجه والسعاده وايام عيد الفطر المبارك، ويمكن خلال او بدايه العيد وما بعد العيد بتكتر قوي الافراح، وخصوصا والحفلات الخطوبه والزفاف، وبقى دلوقتي بيهتموا اكتر واكتر بكل التفاصيل لاي حفله، وبنستعين بحد متخصص ويدنج بلانر او بيساعدنا او مصمم لديكور الحفله او كل تفصيله داخل الحفله. وزي ما احنا شايفين كمان اجواء الاستوديو اسراء اللي عاملاها لنا. يعني برحب بيكي قوي ويدنج بلانر او مصممه لديكورات الافراح والحفلات اسراء وجيه، وكل سنه وانت طيبه وتعبناكي، عملت لنا شو حلو قوي النهارده. اهلا بيكي يا اسراء، منورانا منوره استوديو الفضائيه المصريه. شكرا جدا. الاول احنا بنشكرك، انت جايه لنا مخصوص في الاعياد من اسكندريه، حقيقي بجد نشكرك مره ثانيه على الجو المبهج اللي انت عاملاه لنا واللمسات الجميله. شكرا. اول سؤال بقى، هي بقت في شغلانه اسمها ويدنج بلانر منظمه حفلات؟ هي اوريدي اصلا كانت موجوده من زمان. ايه الشغلانه دي؟ هي كانت موجوده من زمان، بس يمكن في الفتره الاخيره لما قاعات كتير يعني قفلت وكده، فالناس بقت عندها مشكله ان هي عايزه تفرح وتعمل. طبعا احنا عارفين الصوره الحلوه بتطلع مع الديكور، يعني لو ما فيش ديكور مش بيبقى في صوره. تمام. فبقى في ناس كتير بتسال طب انا عايزه ويدنج بلانر، عايزه ويدنج بلانر، فابتدينا بقى ان احنا نظهر ونبان اكتر من زمان. اوكي تمام. بس فمن ساعتها يعني قصدك ان اصبح مثلا لو حد عنده جنينه في بيته ممكن يعمل او مساحه كبيره، اصبح مش متقيد يا رجاء بقاعه احتفالات مثلا في اوتيل او في فندق، لا بقى كله بقى بيستغل وجود المساحات في بيته وممكن يعمل زي مهما كانت مساحه البيت، حتى لو مساحه البيت ضيقه جدا نقدر ان احنا برضو على حسب مساحه البيت بنقدر ان احنا نوفر الكوشه المناسبه ليها. بناخد المقاسات طبعا وبنصمم التصميم مع بعض مع العروسه وبنشوف هي محتاجه ايه وبننفذها لها ان شاء الله. دور الويدنج بلانر يعني دورك بيبدا منين وينتهي فين؟ من البدايه خالص، يمكن من قبل ما تختار مثلا ميك اب ارتست او كده مثلا. هي الاساس هي تعمل الحفله، فهي بتختار الاول ويدنج بلانر وتشوف هي هتعمل معاها ايه، ونختار مع بعض. طبعا بتكون مختاره الفستان، بنصمم الديكور على حسب برضو شكل الفستان والوانه. يعني ما ينفعش طبعا ان كل واحد فيهم يبقى شتان، يعني لازم نكون منسقين. بتلاقيه في الخطوبه اكتر، لان معروف الفرح حاجه ابيض، لكن ده في الخطوبه اكتر. بالظبط. في الخطوبه وساعات في كتب الكتاب برضو. في ناس مش بتحب تلبس مثلا ابيض في كتب الكتاب، بتبقى عايزه تلبس الوان، فبرضو لازم الكوشه تبقى ماشيه مع الفستان. طيب يعني البدايه بتبقى من عند الويدنج بلانر او من عند اسراء. طب ممكن نبتدي ايه رايك يا رجاء نبتدي نشتغل، يعني نشرح يعني مثلا النموذج ده او الموديل ده معانا كمان يا اسراء وهبه، معانا صور لشغلك اهي الكوشات بتاعتك. انت بتعملي مود بقى يا اسراء، بتعملي جو. لا ده الاندور ده، قصدي الاوت دور ده حلو. جميل. هبه بتحب الاوت دور. بحب الهواء والطبيعه، حلو قوي ده. شيك قوي قوي. قولي لي بقى الكوشه دي، هي دايما العرايس بتهتم بالكوشه، بس في دلوقتي موضه ما بين العرايس الشباب والعرسان يقول لك لا انا مش عايز كوشه. سمعتي الكلام ده؟ هو مش بيبقى عايز كوشه، هو ساعات بيتغاضوا عن ان هم يعملوا حفله خطوبه. يعني ممكن مثلا يعملوا حفله بسيطه جدا ما يبقاش فيها كوشه ولا اي حاجه خالص. ما بين الاهل وكده، وبيحبوا ان هم ممكن تاني يوم مثلا يعملوا بقى حفله ما بينهم وما بين صحابهم. ايوه. فدي بقى اللي بيبقوا عايزين يتصوروا فيها صور حلوه مع اصحابهم بقى وكده، ممكن يستعينوا بيكي بقى. بنعمل بقى دي فيها. يعني احيانا في ناس مش بتحب كده وبتحب كده، فعلى حسب ما الكلاينت ما بيعوز طبعا احنا بننفذ. تمام. ممكن اشرحي لنا بقى يعني احنا في المدخل دايما اي مكان حتى لو بيت يعني بنعمل حاجه بسيطه كده اسمها انترنس، عشان خاطر برضه على حسب المساحه. يعني احنا لو معانا مساحه كبيره طبعا بيكبر معانا، عشان خاطر مثلا ممكن نحط فيها ويلكم بورد مكتوب فيها كلمه مميزه مثلا ما بين العريس والعروسه واساميهم والتاريخ والحاجات دي، اللي هي كحاجه بتبين للناس ان احنا داخلين على مكان فيه مناسبه. اوكي. فاهميني؟ بس بتبقى اشكالها ايه؟ ليها موديلات معينه؟ ليها اشكال كتير جدا برضه على حسب المساحه وعلى حسب برضه اختيار العروسه. يعني في ناس تقول لك لا انا حابه حاجه بسيطه خالص، في حد بيبي لايت، في كاندل، في حاجات كتير يعني. بس
طيب لو اتكلمنا على الاشكال المختلفه للكوشه، الكوشه زمان يعني في الافراح زمان كانت تقليديه قوي. صح. دلوقتي بقى احنا شايفين حتى انت عامله لنا هنا كوشه شكلها مختلف، مدخله فيها حتى الخامات المستخدمه ما بين الريش ما بين الورد الصناعي، طبيعي وصناعي مع بعض. الالوان الالوان كمان. يعني ده عندنا الارج المدور يعتبر من اصغر الحاجات بتكون عندنا، يعني ده بنستخدمه كتير قوي في المساحات الضيقه. اوكي. الورد اللي فيه هو ورد صناعي وطبيعي مع بعض. الطبيعي اللي فيه بس اللي هو ريش النعام، ده ريش نعام حقيقي. والنبات ده اللي هو البني اسمه هيش. الباقي كله بقى بيبقى صناعي. النوع الورد المستخدم فيه ياسمين. ياسمين صناعي. يعني انت الكادر اللي انت قاعده فيه ده التكوين اللي بنشوفه في اي كوشه ومع الحاجات دي برضه بس استنداد دي بنحط بس الفوتيه او الكرسيين برضه على حسب اختيار العروسه، عايزه كرسيين او عايزه فوتيه، والاستنداد تبقى جنبها برضه على حسب اختيارها. انما الاساسي ده هي حابه ان احنا نحط مثلا سنتر بيس كده جنبيهم باشكال معينه، حابه كاندل برضه عادي بنحط كل اللي هي عايزاه. طب اسراء كمان جرب العروسه من يعني الحاجات المهمه جدا عند كل عروسه. الجرب ده انت بتبقي حاطاه في الخطه معاكي، واشكاله بقت مختلفه جدا دلوقتي جدا. في سان فلاور يعني عباد شمس، في حاجات كمان يقول لك انا بمسكها بالخيش. ايوه الايد الطبيعيه الايد بتاعته الماسكه. بتسمعي الافكار دي طبعا من العرايس أكيد دلوقتي. اكيد وبننفذها. ودلوقتي في جربات اصلا بتتعمل كلها من اللولي، يعني هو كله والكريستال والحاجات دي، فده بيبقى شكله حلو جدا. بس انا شخصيا لو سالتيني معلش يعني اسمحي لي، يعني مش المفروض اقول رايي، بس انا بحب الورد الطبيعي. بحب الجرب كده الورد الطبيعي بتاع زمان الجميل. في ناس بتقول انه مش يعني هو طبعا لا يرى الحاجه الطبيعيه بس عشان مش عملي شويه ممكن بالظبط بيبقى زي حافظ، وبالحاجه اصلا تقعد معاهم كمان في البيت، تبقى زي سوفينير ليهم. تحطها في البيت عندها. فعشان كده بقى بتتجه للصناعي، سواء ان هي اختارت ان هو يتعمل ورد او يتعمل بقى كريستال او اي نوع من انواع الخرز يعني اللي هي تحبه. طيب نيجي بقى غير الكوشه بقى القاعه نفسها، مثلا من الكراسي، الحاجات اللي بتتحط على الترابيزه بتبقى شكلها ايه؟ احنا ممكن نمسك قاعه يكون اوريدي فيها اصلا الكراسي والترابيزات، يبقى احنا هنزود عليهم بس السنتر بيس اللي هتتحط السنتر بيس اللي هتتحط في نص مثلا الترابيزه. ممكن مثلا ساعات بنقابل تقول لك الترابيزه بتاعت اهل العريس واهل العروسه يتحط عليها حاجات مميزه عن باقي الترابيزات. ايوه بس فعلى حسب برضو اختيارها احنا بننفذ. ومن الاشياء المميزه كمان السبت بتاع العصافير ده ده ممكن يستخدم برضو عشان تبقى لو ترابيزات VIP او كده. بالظبط ممكن يتحط في الترابيزات، ممكن كمان نستخدمه في الانترنس في المدخل برضو على ترابيزات كده نحطها جنب الويلكم بورد اللي هي بيبقى مكتوب عليها اسمها. بالتالي الشموع بالتالي مهمه قوي يعني حتى وخصوصا لما بيبقى كمان اوت دور. طبعا بتدي نور وبتدي يعني جو حلو كده ولطيف، بتدي جو رومانسي طبعا سواء في حفلات الزفاف او حفلات. ودلوقتي احسن حاجه اصلا ان هو طالع منها خامه بلاستيك بحجاره، فدي مش مضره خالص. ان زمان كنا بنخاف علشان حاجات كانت طبيعيه ولازم نولعها، فلا قدر الله طبعا عشان ما تحصلش حاجه. في الصيف اكتر بيبقى الاتجاه للافراح تبقى اوت دور ولا اندور؟ بالظبط لا طبعا اوت دور. طبعا الاوت دور بيبقى صعب. الحفلات الاوت دور بيبقى السيطره عليها صعب. هي مش السيطره عليها صعب، بس هي لازم نبقى واخدين وقت كافي جدا ومنظمين كل حاجه مع كل شخص هيجي يعمل حاجه كده. في صوره حلوه قوي دي اوت دور ولا اندور يا دي على البحر او دي على البحر. الله. يعني لما تيجي عروسه تقول لك انا هعمل، طبعا احنا بنسمع ده وبنشوف على السوشيال ميديا اوقات كتيره دلوقتي شايفين حفلات الحقيقه تحفه حلوه قوي على البحر وفي جو مفتوح. طيب الحفلات دي لما بيجي لك حفله زي دي اول تخطيط بيبدا منين؟ انت كويدنج بلانر بتبداي منين؟ برضو من الانترانس كانها قاعه مغلقه ولا بيكون ليكي تصور تاني؟ هو اول حاجه انا لازم طبعا اروح اشوف المكان معينه. طبعا بس عندك ديكور طبيعي، البحر مثلا او على حاجه على النيل ده طبيعي تستخدميها. وتاني حاجه احنا لازم نشوف الاضاءه المكان مهمه جدا. لو برضو الاضاءه مش حلوه مفيش صور هتطلع حلوه. صحيح.
تمام. بعد ما بنشوف ان احنا هنبقى محتاجين اضاءه ولا لا، بنبدا بقى نشوف طب احنا هنعمل الصبح ولا بالليل. ايوه. وعلشان برضو الورد الوانه نقدر نظبطها. طب فستان العروسه شكله عامل ازاي، يعني عشان خاطر الكوشه بتتابعي على برضو. شكل الفستان او موديل الفستان، بتساليها عشان ده بيفرق انا معاكي؟ الوحيده اللي بشوفه قبل ايوه الفرح. صح، ده سر حربي على فكره. ايوه فعلا، انا الوحيده اللي بشوفه قبل الفرح لازم. ده اندور. بالظبط، كان في بيت. هنا انت ما كنتيش مقيده بان البيت كبير او المساحه كبيره او ضيقه؟ لا كان عادي، بس هو اصلا كانت مساحته كبيره فعلا، يعني كانت مساحته كبيره ومساعدانا. كمان استخدام الازرق. الازرق حلو. جريء جدا ده. ده كان بيبي مولود في المستشفى، وكنا عاملين له الديكور أكيد بتاع بيبي الولد. ولو روزه يبقى بنت. عايزين نقول كمان مش بس الافراح خطوبات، لكن ممكن في اسبوع انا اصلا بدايتي كانت في البالونات، كان بيبي شاور بتاع ابن صاحبتي، وبعد كده بقى الموضوع تطور يعني. بس انا صراحه لقيت نفسي في الورد اكتر، يعني حبيت الورد قوي. طب قولي لي ايه الجديد، يعني هل في تصميم او عمل تنظيم لحفله سواء خطوبه او فرح او اي حاجه في جديد؟ دايما في حاجات جديد. ايه الجديد ممكن نشوفه في الصيف ده؟ كل سنه لازم نلاقي في حاجات جديده. ايه اللي طالع جديد الجديد في اشكال استندات جديده طالعه، والوان الورد التروبيكال سيم مسيطر معانا قوي، اللي هي الالوانات الاورنج والاحمر، واللي هي الالوان الفاقعه شويه. تستخدم في الكوشه؟ طبعا. يا خبر، بتبقى حلوه جدا. حلوة جدا زي ما هي في اللبس وزي ما بنلبسها بتطلع حلوه جدا في الكوشه جدا. خاصه اصلا السنه دي الاورنج والاخضر اللي هو الفسفوري شويه. طالعين موضه جدا. هي ولا كل الالوان المبهجه الحقيقه. دي حقيقه. يعني احنا ان شاء الله من شهر 5 هنلاقي بقى الكوشات اللي هي الاحمر والاورنج والحاجات دي. الحقيقه طبعا انت لما قلت لنا على كده احنا مش هنتفاجئ بقى، يعني انا لما اشوف كوشه لو انا معزومه في فرح او خطوبه لقيت كوشه لونها اورنج او لونها احمر انا مش هتفاجئ. لا خلاص بقى عندي المعلومه. ايوه تمام. بس برضو يعني استل معانا الابيض هيفضل مكمل. يعني لازم في ناس بتحب الالوان الثابته، يعني بتتخض شويه من الالوان الفاقعه القويه. تمام. بنشكرك طبعا يا اسراء وجيه منظمه الحفلات ودنج بلانر، كنت معانا النهارده نورتينا وعامله لنا جو مبهج في نقلنا كل البهجه بتاعت العيد هنا. شكرا جدا. انا بشكرك بالتوفيق. يا رب يا رب في شغلك. كده انتهت فقرتنا. عندنا تقرير عن فساتين الزفاف بقى. الفقره الثانيه اتكلمنا عن الفرح، اتكلمنا ازاي منظمه الحفلات بتعمل الفرح وبتعمل خطه الديكور. طب نتكلم بقى على الفساتين كمان. صحيح. عن الاعراس بشكل عام بقى. هندخل على هذا التقرير ونرجع نبقى تكون معانا مصممه الازياء نوران. صحيح، نوران طلعت. وعندنا كمان نقول بقى الفقره الجايه فقره كمان جميله قوي من المغرب. معانا الفنانه المطربه والممثله ربع، وهنستمتع جدا بالغنى بالمغربي وبالمصري وبالخليجي وحاجات كتير قوي. نشوفكم بعد التقرير والفاصل.